السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على القناة، واليوم ان شاء الله مع فيديو جديد. فيديو اليوم غادي نشوفوا فيه واحد الفيتامين اللي هو مهم جدا جدا للبشرة ديالنا، واللي هو لا فيتامين سي كيف ما كتشوف معايا. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا بغيت فقط نذكركم انكم تضغطوا على الزر ديال جيم الى عجبكم لا فيديو طبعا، وتخليو كومونتير من عندكم، وكذلك تضغطوا على الزر صابوني باش يبقاو يوصلكم لي فيديو جداد ديال القناه. على بركة الله نبداو الفيديو ديالنا. بالنسبه اليوم الفيديو اختاريت نشوف معكم فيه الفيتامين سي. هو فيتامين جد مهم للبشره ديالنا، فيتامين رقم واحد في كونه مضاد للاكسده، يعتبر الفيتامين رقم واحد اللي كيحمي لنا البشره ديالنا ومضاد للاكسده. باش نبداو لا فيديو ديالنا اولا نفهموا اشنا هي مضاد للاكسده. مضاد للاكسده كيف ما كتعرفوا البشره ديالنا يوميا كتعرض للشمس، كتعرض للحراره، كتعرض للاشعه ما فوق البنفسجيه، كتعرض للتلوث. هذا الشيء كله كيؤدي واحد التفاعل في البشره ديالنا كيتسمى الاكسده، وهاد الاكسده كتؤدي بالبشره ديالنا الى الشيخوخه المبكره، التجاعيد، وكذلك كيظهر لنا الكلف اذا كتدهور. هذا الشيء علاش حنا كنستعملوا واقيات الشمس باش كيحميو لينا البشره ديالنا من هاد الظواهر الخارجيه او من هاد العوامل الخارجيه اللي كتاثر سلبيا على البشره ديالنا. وكذلك هذا من خصائص لا فيتامين سي رقم واحد في حمايه البشره ديالنا، وباعتباره مضاد اكسده رقم واحد. بالنسبه لفيتامين سي فهو صالح لجميع انواع البشره، فيتامين مهم جدا للبشره ديالنا. غتقولوا لي لا فيتامين سي كتناولوه، كنتناولوه، ولكن الجسم ديالنا كيتخلص من كميه كبيره، يعني ما كنضمنوش اننا استفدنا 100% من هذيك الكميه اللي تناولنا. كذلك بالنسبه للمواد الغذائيه اللي كنتناولوا فكيتواجد بها كميه نسبه قليله من لا فيتامين سي، يعني ما كافياش. بالنسبه لي برودوي اللي يحتوي على لا فيتامين سي او لي سيروم او لا مركز ديال لا فيتامين سي كيكونوا تري كونسونطري، يعني فيهم كميه كبيره من لا فيتامين سي، يعني كتبقى نسبه كبيره بانه البشره ديالنا غادي تستافد لينا من لا فيتامين سي. اما بالنسبه كيف ما قلت لكم كتناولوا لا فيتامين سي ما كنضمنوش واش غنستافدوا منه 100%. داكشي علاش كنضطروا اننا نستخدموا فيتامين سي على شكل سوا سيروم كيف ما كتشوفوا معايا، سوا كريم دو جور، سوا كريم دو نوي، كما بغيتو. ولكن الفيتامين سي يستحب انه يتستعمل في الصباح. في الصباح كيف ما كنفيقوا كنضيفوا البشره ديالنا، اول حاجه نضعوها على البشره ديالنا هي لا فيتامين سي. كتبقى معنا لو جور كامل، كتحمي البشره ديالنا من دوك الشوائب كيف ما قلت لكم، كتحميها لنا من الاشعه، كتحميها لنا من ماشي كتقضي على دوك التاثيرات السلبيه اللي غادي تطرا البشره ديالنا من هذوك العوامل الخارجيه. يعني ما كنبقاوش حتى البشره ديالنا تعرض للكلف والبشره ديالنا يظهروا فيها يعني نقاط بنيه ولا لا. الفيتامين سي فاش كيكون البشره ديالنا خلال اليوم فهو كيقضي عليهم في الحين. كاين فوا كتوصل البشره ديالنا كيف ما قلت الاشعه الشمس او لا كيقضي عليها في الحين، يعني كتبقى البشره ديالنا محميه. الطريقه باش كنستعملوه كيف ما قلت لكم في الصباح يستحسن. كاين الناس اللي كيبغيو يستعملوه في الليل، يمكن لهم يستعملوه، ولكن كيكون اكثر فعاليه وكيدير خدمته اكثر بالنهار. كيف ما كنغسلوا البشره ديالنا كنديروا لها لا فيتامين سي وكنتبعوها لواقي الشمس باش بجوجهم يلا كيعطونا حمايه عاليه للبشره ديالنا من العوامل الخارجيه. كذلك فيتامين سي عنده خصائص، منها هو انه زياده على انه مضاد اكسده رقم واحد، فهو كيحمي لنا البشره ديالنا من التصبغات، من الكلف وحب الشباب، وكذلك فهو يعتبر مفتح للبشره. بالنسبه لفيتامين سي كيف ما قلت يمكن لكم توجدوا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، دي كريم دو جور او دي كريم دو نوي فيهم نسبه عاليه من لا فيتامين سي. وكذلك يمكن تاخذوه على شكل قطرات او لا سيروم او لا مركز ديال لا فيتامين سي كيف ما بغيتو.
من النصائح اللي نقدر نعطيها لكم بالنسبه لا فيتامين سي هو انه يستحب انه يكون فاش كناخذوه سوا سيروم سوا عباره عن قطرات، كيكون في قنينات يعني اللون ديالها غامق، وكنخزنوه بعيد على الضوء او لا بعيد عن الشمس باش ما يفقدش الفعاليه ديالو. كذلك هاد الكريم غتقولوا لي راه كنديروا على البشره ديالنا وكيتعرض للشمس اذا راه كيفقد الفعاليه ديالو. لا، هاد الكريم اللي كتشوفوا معايا فيهم فيتامين سي كيكونوا ايضا مزودين بمواد اللي كتحافظ لينا على لا فيتامين سي داخل الكريم. كذلك هاد الكريم حتى هما خصنا نحتفظوا بهم بعيدا عن الضوء وبعيدا عن الشمس. ومن كذلك النصائح اللي نقدر نعطيكم هو انه لا فيتامين سي يستحب اننا بالنسبه للناس اللي كيستعملوه بالنهار او بالليل ما خصناش نستعملوه مع لا فيتامين او. فاش كيتخلطوا هاد الجوج ديال العناصر كيعطيونا تهيج للبشره مع لا فيتامين او، وكذلك مع المقشرات اللي ولاو حاليا متواجدين في السوق وكنستعملوهم بكثره، وغادي نشوفوهم ان شاء الله في الفيديو القادم. كيف ما قلت لكم لا فيتامين سي نتفاداو نستعملوه مع لا فيتامين او ومع المقشرات. فيتامين سي هو كيف بغيت نقول لكم ماده اساسيه لتفتيح البشره، كيفتح البشره، كيقضي على الكلف، حب الشباب، وكذلك كيف ما قلت مضاد الاكسده. يعني من هادشي كله فهو كيحافظ لنا على الشباب ديال البشره ديالنا، ما كيخليش لينا تجاعيد الذرة مبكرا، البشره ديالنا كتبقى نضره، يعني كتبقى يعني شابه، يعني ما حيت العوامل الخارجيه كلها كتؤدي الى شيخوخه البشره المبكره. هنا كنكون وصلنا الى اخر الفيديو. بالنسبه لي برودوي اللي شاركت معكم هما دي برودوي انا كنستعملهم ديال واحد لا مارك. يمكنلكم تستعملوا اي برودوي غني بفيتامين سي، يعني ماشي ضروري تستعملوا شي مارك، تخليوه في الروتين اليومي ديالكم للبشره، وان شاء الله غادي تلاحظوا الفرق وان شاء الله تستافدوا منه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع برودوي جديد ان شاء الله. شكرا على المتابعه والى اللقاء.